السلام عليكم متابعي ومحبي قناة أمي الحداوي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. ضمن الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتكلم على هذه الروينة اللي ناضة دابا. كما سمعتوا واحد العدد القنوات يتكلموا على الصلح، كاين اللي معاه وكاين اللي ضد. أنا على حسب الرأي ديالي الخاص وعلى حسب التجربة ديالي والمتابعة ديالي لهذا الملف ولا لهذه القضية هذه، بأن سعاد راه في أمان الله، اطمئنوا من جهتها، لأن معها جمعية ومعها أستاذة، جمعية كبيرة وأستاذة كبيرة، خديجة الروقاني وجمعية مفتاح الخير. يعني فعلا سعاد كان غادي تضحك عليها، وكانوا باغيين يطيحوها في غلط كبير، لأنها كانت غادي تولي تاكل العصا من جوج جهات، من القنوات اللي دائما ضدها اللي مع الطرف الثاني، ولو كان يعني تنازلات وسامحات غادي تولي عندي ثاني تاكل العصا من الطرف اللي معاها. ولكن ربي سبحانه وتعالى تيدير عامل في الخير. غادي نرجعكم شويه اللور. كما شفتوا واحد الوقت السرعه كانت دائما تدخل لا هي ولا الدريه، ما كاين شكايات، هذاك الشيء ديالها كله خاوي، هذاك الشيء هضره وكلام، يعني ما كاين حتى شي حاجه ما عندها باش دير لنا، ما عندنا بلاش نخافوه، هي اللي غادا تغرق، هي اللي غادا دير، هي اللي يعني كانوا يعني بحال اللي تيستهزئوا بها وتيحتقروها لا هي ولا الأستاذة ديالها. ولكن ملي القضية تزيرات عندهم ولاو تيقلبوا على الصلح، وبالأخص ملي الاسم ديال الدرية يسرى حتى هي ولات داخلة معاهم في القضية، حتى هي ولات طرف استدعاوها حتى هي. علاش؟ من الشكايات ديال الأم. دابا الدريات اولا سعاد من حقهم يتصالحوا، ما كاين حتى شي اشكال، لان امهم لا ما تصالحوش اليوم يتصالحوا هذا العام، ولا ما تصالحوش هذا العام العام الاخر، المهم ضروري غادي يتصالحوا. ولكن شكون اللي عنده مصلحه دابا في هذا الصلح؟ راه ماشي البنات ولا سعاد، اللي عنده المصلحه في هذا الصلح هذا هو السريعه، لان السريعه هي اللي تقلات وهي اللي غرقات، اللي حفرات وغرقات، لان كانت دائما تتخرج تتسوقش. عينا ما نصحوا فيها، عياوما قنوات ينصحوا فيها، ولكن تبعت شي قنوات اللي هما دابا اللي تيغرقوا فيها وهما اللي غرقوها. كان تيجيب لها ربي راه في مركز قوة، وبأن راه يعني هي اللي غادا تربح القضية، وهي اللي على حسب قراية اللي قاريها هي، كما تيقولوا الإخوان قارية بالظلام أو الأخوات. اللي غادي نقول لجميع المغاربة خوتي، لا أصحاب القنوات ولا متابعين، رجعوا شويه للور وتفكروا. هاد المراه هادي دابا اللي تنتكلموا عليها سعاد الام، راه تنتكلموا على الام، راه تنتكلموش على زواره مغربيه، تنتكلموا على الام. رجعوا للور وتفكروا قبل ما يتشد بوكريشه ديك العصا اللي كانت تاكل، وداك الظلم اللي كانوا تيظلموها، وكيفاش كانوا تيتكرفصوا عليها. الاب يعني الزوج ديالها، الزوجه ديالو، الام ديالو، البنات ديالو، وواحد العدد ديال القنوات اللي باقيين الان تيخبطوا فيها. تصوروا هذيك المراه شحال هزات ديال الثقل وشحال تحملات، لدرجه انه كل مره كتسمعوها بانها طاحت او مشات للكلينيك او مشات للمستشفى، وكانوا تيخرجوا تيضحكوا عليها. هذيك المراه تحملات الكثير. واللي خصكم تعرفوه الخوت هو دابا راه في ايادي امنه. راه اليوم على ما سمعت انا كانت في مدينه الدار البيضاء، بلادنا حنا مرحبا بها عندنا في مدينتنا كازا. جات عند الأستاذة خديجة الروقاني اللي كاينه في كازا، والجمعية هي اللي كاينه في كازا، وكاين طبيب دابا أو طبيبة اللي مقابلها نفسانيا، لأن المرض دمرات، كرفصوها، خرجوا عليها. راه ملي كانت تخرج تبكي راه ماشي لخاطرها،
اللي كانت بها النوبة تخرج حتى هي تبغي ترد على راسها وتدافع على راسها، راه ماشي لخاطرها. راه ملي ناض دارت شكاية ضد زنا المحارم راه ماشي لخاطرها، هادشي كله محسوب ليها، والقضاء لصالحها لأنها دابا شكوني خايف على راسو؟ هو السريعة، لأن هي اللي غادا تحاكم، لا هي ولا الأب بوكريشة، لأن الأب دابا راه مسجونش على هاد القضية، مسجون على القضية ديالو مع النيابة العامة، ولكن الشكايات ديال التجار في البشر وديك الحرية وداك الأسلوب وديك الطريقة اللي كان تيتفرج في البنات ديالو كيفاش تيخبطوا في الأم ديالهم، يعني هو السبب ديال عقوق الوالدين، هو السبب ديال التعذيب ديال الأم ديالهم، هو السبب ديال هادشي اللي وصلت ليه سعاد، لأن هادشي كله دابا غادي يدار تقرير طبي وغادي يتحط في الملف. إذن سعاد راه في مركز قوة، راه هذا علاش ملي حسوا بالصاد ولاو تيحاولوا ما أمكن كيفاش يتقربوا ليها. راكم كما سمعتوا واحد الوقت ديك الجلسة اللي كانت دازت مشاو تيجريو عند المحامية والمحامي ديالهم تا راه ماشي يعني عاد شدو بغا يقربهم ويلاقيهم مع المحامية باش يدخلوا في الصلح، لأن عرف بأن القضية ديال سعاد هي اللي غادا تفوز، وبأن السارعة ولا البنت قصير دابا مابقاش قصير ولات مرأة، بأن الأم هي اللي غادا تنتصر عليهم بإذن الله. الدرية غادي يكون داكشي ديالها خفيف لأنها قصير وكانت مغلوبة على أمرها وكانت عايشة مع واحد الأب، يعني هاد الأخلاق ديال اللي عطاها ليها وعطاها لختها ماشي أب يحترم وماشي أب اللي خصو يربي بناتو بهذيك الطريقة، وهو اللي كان سبب باش البنات كانوا تيخرجوا دوك الخرجات، وهو اللي كان سبب باش الجوجة ديالو تا الجوجة ديالو غيتعاقب عليها، لأنه هو اللي مسؤول عليها، هو اللي تزوج بها، هو اللي جابها دخلها في مواقع التواصل، وهو اللي كان تيكون حاضر ليها ملي تتكون تضرب في الأم ديال وليداتو وديال بنياتو، هو المسؤول الوحيد. وهي راه ماشي قصير السريعة، راه مرأة وبعقلها، وكما قالت هي قارية القانون ومثقفة وواعية، ما كانش من حقها تنوض تبدا تضرب في واحد الأم اللي الراجل ديالها هي راجل الضرة ديالها، وهذاك الراجل راه بوات هذوك البنات، وهذيك الأم اللي كانت تخرج تضرب فيها راه موت هذوك البنات اللي باهم هو راجلها، يعني غادا تحاسب حتى هي وغادا تعاقب على دوك الخرجات ديالها وداك التهديد وداك الشوهه وديك التهم اللي كانت تتهمها، نحرك من الودن حتى الودان بأنها فاسقة، بأنها تتفسد مع الزروالي وما حملاتش حيت كرشها مريضة وكانت تنعس مع يعني مع بوكريشة في السيارة قبل ما يرجعها، يعني واحد العدد كتير ديال التهم اللي حطات عليها وتعطي رسائل لقنوات اخرين باش يضربوها. خرجت ديك المرة كانت خرجت واحد القنبلة عطاتها لديك المنصة باش ضربوا بها سعاد، ولكن الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الظلم. تعقلوا واحد الخرجة خرجت من المنصة قالت لكم فرحوا شوفوا على منكر، قالت لكم سعاد 18 عام وهي ناعسة تتنعس مع الراجل من الدبور. شتي على تهام، راه وسخات لها الصورة ديالها. كيفاش هاد المرأة ملي تتسمع بحال داك الكلام؟ راه شوفوا راه ماشي عا بوكريشة ومراتو ولا بناتو هما اللي تكرفسوا على سعاد، راه واحد العدد كتير ديال القنوات، راه كاين اللي كانوا معاها ولاو ضدها وعاود ولاو ضدها وعاود ولاو معاها، دابا راه كاين شي قنوات معاها وضدها، يعني باش تيرضيو الطرفين، لان جديرين دينا رجل هنا ورجل هنا. الا سعاد خسرت القضيه يتصابوا مع الطرف الثاني، ولا سعاد ربحت القضيه يتصابوا مع سعاد. النفاق، كاينين منافقين دايرين قنوات صحاب العباسيه اللي تيضحكوا على المتابعين ديالهم، ولكن خص المتابع يكون ذكي. ملي تشوفوا واحد الانسان تيتكلم على واحد الموضوع ومآمن به وجركم كلكم معاه، واذا به تيضربها بالسله ويولي في موضوع ثاني يقول لكم عاودوا لمخكم، ما تثقوش فيه. هذاك تيشوف عا مصلحته، تيمشي غير مع الموجه، تيشوف الجهه الغالبه، يمشي لواحد الموضوع ثاني وعاود يجر معاه ثاني واحد الجروب اخر ديال
ديال المتابعين، وعاود تاني يخوي بهم ويضربها بالسله. دائما هو رابح، بحال المنشار داخل واكل خارج واكل، يضرب هنا ويضرب هنا. ما هو معنا ما هو مع غانا. بحال هاد النوع هذا تيقوش بهم. انا كيما تنقول لكم الخوت، دائما انا ملي تنتكلم راني ما ضد حد ما مع حد. انا راه ملي تنتكلم على سعاد، لان شحال ديال الطارق تيجيني بعد النوبات تيخسروا شويه الهضره. ملي تنتكلم انا على سعاد، كاين اللي تيقول لك سير ماك ما تمشي تتزوج بها، انت تدافع عليها، انت ضد هذا. انا ما ضد حد ما مع حد. اي واحد خوتي صحاب القنوات لو وقع عليه شي مشكل انا معاه، غير يكون مظلوم. وانا ضد تخسر الهضره، وضد السبان، وضد التشويه، وضد الغدر ديال بعض القنوات نكارين الخير اللي تينوضوا تيعطيو واحد الصوره على الصداقه وعلى الصحبه وعلى الطعام المشروك، وعلى يعني تيعطيو لنا واحد الصوره خاصه. انا ضد هادشي هذا. انا ما ضدش منين هاد القنوات ولا هاد الناس هادو، انا ضد هذاك المحتوى ولا داك المستوى ديالهم ولا الطريقه ديالهم اللي تينوضوا تيعضوا اليد اللي دارت فيهم الخير، مكارين الخير. كما سمعتوا راكم كلشي تتشوفوه، كلشي عارفينه بلا ما نبقى نذكر في الاسماء. المهم، هذه رساله لجميع الاخوان والاخوات اللي تضامنوا مع سعاد، بقاو معها. راكم ماشي غتبقاو مع جوهره مغربيه، راكم غتبقاو مع وهاد الام تفرجتوا فيها وشفتوا تقريبا شحال هادي ملي تزوج بوكريسه بهاد المراه اللي جاب، وهي مسكينه تاكل العصا. فيديوهات لايفات يوميا، 5 اللايفات ولا 5 الفيديوهات في النهار. هذاك المشروع اللي دار بوكريش راه ديالها على ظهرها. المشروع هذا اللي دار دابا الدريه وهذا الرزق اللي تتلعب به دابا ديال سعاد. داكشي اللي دات دابا السريعه تاهي راه دات الملايين. راكم سمعتوا قالت لك شيكات على بياض، وتيقولوا خرجت واحد القدر ديال الفلوس، ما عرفتش 57 مليون ولا ما عرفت. هادشي انا تنتكلم دائما باللي تنسمع واللي تنشوف. داكشي كله ديال سعاد، لان الموضوع كله او المحتوى ديالهم باش كانوا تيتكلموا غير على هاد المراه هادي، حتى دمروها، قتلوها وهي حيه. اشنو اللي بقى مخليها مسكينه شاده؟ هو دوك الوليدات اللي باقيين صغار تتخمم ليهم، ما كون راه انتحرات ولا دارت فراسها شي حاجه. كانوا غادي يضحكوا عليها، الوقت اللي غادا تنازل غادي يولي كلشي ضدها. لا اللي كانوا ضدها ولا اللي معاه غادي يتخلاو عليه، يقول لك سير عاود لمخك، انت اللي بغيتي الصلح وانت اللي هادي. لان كانوا غادي ياخذوا الصلح لمن ماشي الدريات ما غاديش يتاذاو. الدريات كانوا قاصرات، الدريات كانوا غادي يتحرضوا. واخا كاع اللي نفرض دابا سعاد دارت بها شكايه او لقطات ديالها تعطاو، غادي يكون يعني الا كانت شي حاجه غتكون مخفى عليها. ولكن الوقت اللي غادا توصل القضيه القصح، سعاد ما تدوش بنتها، سعاد غادا تنازل لبنتها وغتسمح لبنتها. ولكن هذيك السريعه انا ماشي ضدها، انا ضد داكشي اللي كانت تدير. كانت تتكرفص على واحد الام واخده لها بناتها وتضربها ببناتها وتتشوه ببناتها وتتغيظها ببناتها. ملي البنات ديالها تيبداو يشدوها ويعنقوها ويبوسوها ويبوسوا لها فراسها ويخرجوا يقولوا للعالم كله بان هذه مامانا، وسعاد مسكينه تتفرج. ملي تيبركوا حداها ويبداو يضحكوا على امهم وهي باركه معاهم مرت باهم، سعاد مسكينه راه كانت تموت عرق بعرق. هاد المراه دمروها قتلوها، ومن حقها تاخذ حقها، لان حنا في دوله ديال الحق والقانون. غتمشي معاهم قانونيا، المساطير القانونيه راه غاده، الشكايات راه غاديين، هما عندهم محامين ديالهم وهي عندها محامين ديالها. اما الصلح من حقها تسمح لبنتها وتنازل لبنتها وتصالح مع بنتها، وهادشي اللي غادي يكون ان شاء الله. وهذيك خصها تربى باش تكون عبره لاي واحد ولا اي وحده تينوض تيظلم ويتعدى على واحد الانسان. لان هي ما بينها وبين سعاد والو. سعاد عندها مشكل مع الراجل ديالها ومع بناتها، هي كانت تبقى في الاتساع، هي اللي دخلت راسها في هذه المشاكل، ماشي مع سعاد. شوفوا دابا شحال ديال الشكايات دابا اللي داروا، هي اللي تتقلب على هذا الشيء هذا. علاش قلت لكم خاصها تربى
باش تعرف راسها اش تدير، باش تكون عبرة لأي واحد ولا أي وحدة دار قناة ويجي يبغي يفرض راسو على المغاربة بالطريقة اللي بغاه هو، يبدا يتعنى أنا هي أنا هو، أنا ندير، أنا نفعل، أنا غنباطي لكم هادي ولا نباطي لكم هذا ولا غادي نقي لكم وندير لكم. تكون عبرة ليهم. أما البنات نقول لكم بكل صراحة، البنات ضحية ديال الآب، وزاد تكملات هاد المرأة اللي جات لقات الدخول في هذيك الأسرة. راه قالتها هي في الأول ملي جات، قالت لكم لقيت واحد الأسرة عشوائية. الآب قالت لك عجينة رطبة، عجناتو كيما بغات وداتو يخمر حبيب بيس. لقات الدريات مكبوتين ناقصين ما كاملينش تيموتوا على البنقة، باغي الحريه ديالهم، لان لقاتهم باقيين قصيرات ما تيفهموا والو. لان تعرفوا الوالدين دابا في ذاك الوقت ديال ملي تكون وليداتهم قاصرين تما فاش يكونوا محافظين عليهم ومراعينهم وما تيخليهمش يخرجوا على السكايين، لا هي عطاتهم الضوء الخضر وقالت لهم ديروا اللي بغيتوا، انا عاطيكم الحريه. تتكذب على القنوات وعلى المتابعين، تقول لهم انا حاضيهم وانا مقابلهم. وملي مشات عند داك زهير فين كنتي؟ وملي تتخرج تسب في الام ديالها فين كنتي؟ كانت فيك الانسانيه وكنتي بنت الناس مأصله كما تقولي. ما تخليش البنات يعايروا امهم، تقول لهم لا بنياتي، لان دارك وفضلوك على امهم. قول لهم بنياتي هذه كرمكم، حرام عليكم، لا ما تجرحوهاش، لا ما ديروهاش، لا سيروا شوفوا خوتكم. تهضر مع بكريشه تا هو سير شوف وليداتك. ملي يكون يتكلم على مراته تقول لي لا حبس، هذيك راه مرتك، راه مت ولادك، راه انا مرتك، هي كيما غدير لا دير لي انا. ولكن هي ما كانتش تشوف هذا الشيء، هي دخلت كما تيقولوا كاع الاخوان، دخلت على البنقه سيدي قاسم، دخلت كونطرا ديال التجار في اعراض ديال واحد الاسره، ديال واحد الام، ديال واحد البنات، ديال واحد الراجل مكلخ ديوتي ما عنده قلب، ما عنده نفس، شرير، جميع الاوصاف اللي ما تيقبلوهاش الرجال فيه هو. الراجل اللي البنت ديالو تغتصبات وخارج تيزغرت، شتي هذيك تزغريتها الجدار، راه هي اللي شتبها المحكمه. هذيك راه كانت هي السبب باش يعني القضيه ديال سعاد القضاء شك فيها. كيفاش هاد الاب هذا سمع بالبنت ديالو بان واحد كان تيديها يبوق لها ليه وخارج تيزغرت؟ يعني هاد النقطة دي خلات المحكمة وخلات النيابة وخلات القضاة وخلات وكلاء الملك وخلات الأمن وخلات كل شيء تيشك. ما يمكنش واحد الراجل تيسمع بنته بأنه واحد تيديها تيتكربص عليها وخارج تيزغرت، تيسمع في البنت ديالو تتقول كاين المغتصب، كاين الفاعل الأول، ولكن ما نقولش سري غندفنو معايا. هو تيقول لها من حقك يا بنتي. يعني هاد النقاط وهاد الكلام هذا راه هو اللي خلى القضاء يتابعوه ويشك فيه وأيدوا كلام سعاد. علاش سعاد؟ لأن سعاد تصرفات تصرف ديال الوالدين الأصيلين الحقيقيين اللي تيغيروا على ولادهم. الأمهات تخلقات ما تقبلاتش، بغات تعرف بنتها واش باقا بنت، فعلا طلعت البكاره ديالها ما كايناش. سعاد ما تقبلاتش، طاحت. راكم قاعده تعقلوا على ديك اللقطه فاش طاحت على الزروالي وبدات يشد فيها هزه. خرجوا هما داروا عليه فيلم، تضحك هي وباها، باها واقف وهي واقفه وبركة تضحك على امها وطاحت على باها. تعقلوا ولا ما تعقلوش؟ خرج هو واحد الوقت، تعقلوا فاش خرج هو وياه في واحد الزرع بحال شي جريده وغادي يدير بحال اللي غادي يدير واحد مسرحيه هو والسريعه. فين هو سريويلي؟ انا بغيت سريويلي، طاح لي سريويلي، لا جيبوا لي سريويلي عاد ندوي. هنا علام كان تيضحك على موت ولادو وتيضحك على الزروالي وتضحك عليها هي بالذات. علاش؟ حيت كانت هذيك الساعه الزروالي هو اللي واقف معاها. كما قلت لكم راه هذا الراجل هذا والله العظيم تندور تنعيا، واخا تبغي تسمح ليه ولا تبغي تقول هذا خينا هذا راه عباد البنكا ولا عباد الفلوس، ولكن هذا الراجل ما غادي نسبو كاع ولا غادي
خرج على السكه، ما عندوش ولو شعره وحده ديال الرجوله. ما عرفش انا هذا الراجل كيفاش تربى وكيفاش شكون يرباه وشكون وفي عند من كبار وعند من اش من صوره غادي يعطيها للاباء. هذا اش من صوره. هنا علاش نقول لك كان الدريات معذورين، لان لقاو واحد الاب مدغول ما رباهمش، ما عرفش كيفاش يربي، ما عرفش كيفاش يحترم الام ويخليهم يحترموا الام ديالهم. وما كاينش اللي كرههم في الام ديالهم قدو، لان الام مسكينه كانت تخدم، تمشي تجيب لهم لقمه العيش، تتسهر، تمشي تضرب تماره. هو راه كان عناس على الماكله والطياب والنعاس كما قالت هي في واحد الفيديو، سمحوا لي، قالت لك كان عاطي على الناس والحزاق، قالت لك كان تهرب من حداه كاع، قال لك تيطلق قنبله، قالت لك الدبان تيموت في السماء والو. كان عيب عليه، كان تقل عليه، تعدفاتو طلقاتو ما بقاتش بغاتو، وتتقول لك السريعه اللاحق كاع غارت مني ما غارت. اش من غارت منك؟ مناش غادا تغير؟ اش من راجل هذا؟ الراجل ما خدام ما ردام 18 عام ويا هزاه، اش غتغير؟ كارثه. خرج لها على بناتها وخرج عليها هي شو حالتها مسكينه كي ولات بناتها ولاو هما يسمعوا الهضره اللي ما عمر شي بنت سمعتها. زيدات الدريات، هذا جواز دخلنا لكم بالله، هذا جواز. هذا كاين شي ام اللي تبغي لبنتها بحال هذا الجواز هذا. زيداتها في رمضان قالت لها خرجي ديري السلسله على داك الفساد اللي كنتي تديري. راه كون ما تدخلوش الناس وسمعات السبان وسمعات التعاليق اللي صبنوها راه ما تراجعش. راه يلاه دارت الحلقه الاولى تتزيد لشي حوايج اللي ما ديرهاش شي وحده لبنتها. علاش قلت لكم الدريات معذورين؟ لقاو واحد الاب ماشي راجل تزوج بواحد المراه اللي ماشي بنت الاصل. يعني الدريات كانوا ضحيه ديال الاب وديال مراته. هادشي اللي خصكم تعرفوا. هذه رساله مني انا للبنت او البنات بجوج. الا لاحظتوا واحد القضيه قبل ما نقول هذه الكلمه هذه، الا لاحظتوا واحد القضيه، الدريه الصغيره راه شتيها ما بقاش تبان بزاف في مواقع التواصل، وما بقاش تقدر تهضر على امها، لان تنظن الجمعيه اللي دابا مكلفه بسعاد راه مكلفاتها بالبنت. وتنظن انا على حسب الراي ديالي الدريه الصغيره غترجع لامها قانونيا. سعاد حتى هي باغا بنتها بالقانون، غترجع لها بالقانون، لان الجمعيات دابا وغادي يدخلوا اطباء وغادي يدخلوا واحد العدد ديال الناس اللي غادي يوريو البنت الطريق الصحيح. داكشي اللي ما وراش لها باها غادي يوريو لها هما، ديك التربيه اللي ما رباش غادي يربيوها هما، وغادي ترجع بنت صالحه للمجتمع. كذلك ومثال يسرى دابا راه ملي غادي يستدعيوها، راه كما شفتوا حتى هي دابا راه مطالبتها باش غادي تدوز، غادي يصلحوا لها الاخطاء ديالها، غادي يصلحوا لها الاخطاء ديالها، غادي يبينوا لها بان راك كنتي غالطه في حق امك، غادي يبينوا لها عقوق الوالدين. علاش؟ لان القنوات ما وراوهاش صح من الغلط، تيشجعوها على العقوق، تيقول لها نوضي دخلي امك للحبس، نوضي انتقمي منها، راه هي اللي شوهاتك دارت لك. مع ان يسرى كما قلت لكم راه معذوره، هي اللي جبدت زنا المحارم، هي الاولى. امها مسكينه ملي وقع هادشي ديال خوه داك اللي تكرفس على ايه وداك هاد الشوهه هادي، بغات تاكد بناتي، بغيت نعرف بناتي واش باقين هما، لان كانوا عايشين في هذيك الدار اللي كان فيها خو بكريشه. فعلا داكشي اللي قالته اللي نوات في الدماغ ديالها طلع صحيح. الدريه ملي تقلبت، الصغيره صابت مزيانه، الكبيره صابت ما مزياناش، قالت لك ولات بنتي ولات مراه. ولكن بداك التحريض ديال السريعه، الدريه ولات يعني بحال الضره، كما قالت سعاد، قالت لك بنتي ولات ضرتي، ولات تعيط هي والام ديالها. علاش نطي درتي ليا؟ علاش فضحتيني؟ علاش؟ بالعكس، لو كان تفكر، لو كانت تفكر غتقول هدا مال با ما ناس اللي دافع عليه على الشرفي، كما قالت هي، قالت لك با ما عنده لا غيره ولا يحزن. وعلاش امي ناضت بغات تعرف شكون تكرفس عليا،
وهادشي كله ان شاء الله انا قلت لكم في الاول، هادشي كله غادي تراجعوا الدريه والبنات بجوج، غادي يراجعوا نفسهم وغادي يلقاو بان الاب ديالهم هو السبب ديال هاد الروينه كلها اللي ناضت في هاد الاسره هادي، وغادي يرجعوا بالهلا يثبتوا لهم بلا قانون بلا يحزنون، غادي يرجعوا يبوسوا لامهم يديها ورجليها ويطلبوا منا السماحه، لان غادي يعرفوا بان الاب ديالهم ومراته هما سبب هاد الروينه، هما اللي قلبوا لهم على السخط، هما اللي وسخوا لهم الصوره ديالهم مع خوتهم المغاربه. اخوان ديالي، قبل ما نودعكم هذه رساله او كلمه لجميع الاخوان اللي كانوا مع سعاد بقاو معها، راها موقف صح، ما تبقوش تسمعوا داك الكلام الخاوي. راه لو كان ما كانوا عارفين بان غادي ينتصروا عليها ما يطلبوش الصلح وما ينوضوش باغيين. دابا هما ما باغينش الصلح، راه خصكم اللي تعرفوا هادشي، راه ما باغينش هما الصلح، باغيين التنازل. هما الصلح راه ساهل، ولكن ما باغيين الصلح. والدليل راكم تتسمعوا من الدريه، قالت لك تعانقت انا وياه وما حسيت بها بوالو، تتقول بانني ما نسمحش لها، تنتسنى القضاء يقول الكلمه ديالو وغادي نتابعها قانونيا. اذا ما كاين الصلح، ما كاينش المحنه، لان كما قلت لكم باهم هز لهم داك المخ، غسلوا لهم لا هو ولا مراته وداروا لهم مخر. الدريه مديوره على شي حاجه على الام ديالها بزاف، هادشي على العقوق بزاف بزاف. انا تنعرف دراري تيكونوا يعني دريات يكونوا مبليين، يكونوا مساخيط، ولكن جيبهم حتى الام ديالهم ولا الوالدين ديالهم وحدوا الراس. هادي تتكره الام ديالها، وما غاديش يكون هادشي عادي، هذا غادي تكون الدريه مخدومه كما شفتوا الدريه الاخرى راه ولات بحال الضبوعه، تتجمعش حتى الكلام ما تتجمعوش، حله فمها وتبان لكم ساهيه. الدريه ماشي عاديه صغيره، ولكن تنظن الجمعيات شي كله غادي يلاحظوه. الكبيره نفس المشكل، دابا واخا باغا تقرب من امها كاين المانع، كاين شي حاجه اللي تتمنعها على امها، كاين شي سحر تما، شي حاجه كاينه اللي دايره لها سد ما بينها وبين امها، واخا تبغي تحن منها وهادشي راكم تتعرفوه. راه شحال من مره تطلق مع راجلها بسبب السحر، شحال من راجل تيكره مرته، شحال من مره تكره بسبب السحر، شحال من واحد تيمرض، شحال من واحد تيتوكل. هادشي راه كاين ماشي ما كاينش، لان بزاف هادشي ديال العقوق راه ماشي انا اللي تنقول هاد الكلام، عدد كثير ديال التعاليق تيجيو لعندي تيتكلموا في هاد النقطه هادي، تيقول لك هاد الدريه ماشي طبيعيه، هاد الدريه مديوره لها شي حاجه، مديور لها شي سحر بينها وبين الام ديالها، وعاد البدايه ديالها هو الاب ديالها شحنها الام ديالها، استغل داك الظروف اللي تمشي تخدم، تيبقى هو تيلعب معاهم. راكم شفتوا شي فيديوهات قدام تيلعب معاهم غير غميضه اللي دارتنا، وتيخرجوا حتى للزنقه كاع وتيديروا شي لعيبات، ولكن تيبركم حداه وتيبقى تيكرههم في الام ديالهم، حتى ولات البنت تتخرج تدافع عليه. امي قالت لك تتعبرش با، تيتشكى عليها، شوف باش تعرفوا ماشي مخلق وماشي انسان وماشي رجل. قالت لك امي ما تتحلقش ليه، ما تتعطيهش وقت، هو تيتشكى عليها بان امك ما هاملاني، امك ما تتبغيش تنعس معايا، امك ما تتعبرنيش، امك يعني هذا الشيء هذا. راه درت واحد الفيديو قبل من هذا، واحد القصه، راه دخلوا الفيديو اللي قبل من هذا وغتشوفوا واحد القصه درتها فيها واحد البنات كيفاش غادا تشحنهم الام ديالهم، شحناتهم على الاب ديالهم حتى كرهوه لدرجه انهم اتهموه بانه تيزيد لهم ودخلوه للحبس، وفي الاخير صاب بريء من ديك التهمه اللي تهماتو مرتو، حرشات بناتها باش يمشيو يقولوا بان باهم تيجي سكران وتيزيد لهم. ولكن ماشي هذه النقطه علاش دويت انا، علاش درت داك الفيديو على دوك البنات كيفاش تشحناتهم الام ديالهم، كيفاش ترجعاتهم في الصف ديالها باش قبلوا منها، كيفاش تغرق عليهم باهم في الحبس. راه كانت تحكم ب20 عام الحبس، ولكن ربي سبحانه وتعالى كبير، تعتق. وحده من الدريات فاقت من القلبه، لقات بان باها ضحيه ديال امها، مشات لعند عمتها قالت لها عمتي انت اش كاين واش كاين، با راه باري، راه ما دار لينا والو، راه امنا اللي حرشتنا عليه. داروا شواهد طبيه وتصابوا بانهم يعني مقيوسين وبانهم مكرفسين، ولصقوا داكشي كله للاب. واش كانت دير لهم؟ شاده عصا ديال الكراطه قاطعها وخدا منها طرف حرش
ومشات لهم حاشاكم المسائل ديالهم، وبرك تتكرط لهم طيباتهم من الجناب لا من القدام ولا من اللور، باش الطبيب ملي شاف داكشي يعني قال هاد البنات هادو مكرفصين، لصقوا داكشي في الاب. خادت شواهد طبيه مشات شكا به القضاء، يعني حكم عليه 20 عام ديال الحبس واستانف. وفي الاخير البنت غادا تعترف لعمتها، عمتها غادا تمشي غادي يقدموا داكشي للمحامي، في الاخر صدقت هي اللي غادا للحبس ماشي هو. راه نفس المشكل اللي وقع للبنات. رانا ملي درت هذاك الفيديو ماشي درتو على زنا المحارم، درت على كيفاش تقدر تشد واحد القصير ولا قصيره وتغيرو ترجعو انسان اخر. هادشي اللي دار بوكريشه للبنات. كما قلت لكم كانت الام تمشي تخدم، كان تيشدهم تيبقى يعمر فيهم، امكم ما مزياناش، امكم دايره لينا، امكم هو كان تيغير منها لان ما كان عند حسو دراع، ما كانش راجل. هي تتخدم وهو واكل شارب متيتي منين دي وحاسدها. وهادشي بالاعتراف ديالو في شي فيديوهات قال لك حكات تحل داك البسطام ديالها مدبوز عامر عبد الزرقاء. تمشي عند مول الحانوت قال لك ما بغاش يعطيني خبزه، بنته باركه حداه قالت لي تعقل صباط متقوب. يعني هنا تيبان لك بانه ماشي راجل، كان حاسبه بحال امو ماشي مرتو. الوقت اللي البنت خاصمت مع امها ماشي شدها جابها لامها وقال لها سيري بركي عند امك باش تكملي قرايتك، لا، شدها استغلها بها باش طلع بركا وبركا يبكي هو بحال ولد سعاد. دارت لينا فعلت لنا جرت علينا، كانت تقطع لنا الضوء، كانت تقطع لنا الوايفي، كانت دير لينا، كانت تفعل لينا. تمشي عند مول الحانوت تيقول لي لا ما نعطيكش الخبز، لا خذ دقيق سير تعجن، وتيعترف بانه كان يعجن ويصاب كسكسو، كان يعني راه هو مدلول. راه لو كانت البنت ذكيه راه هي غادا تعرف كيفاش تصرف، غتعرف بان الاب هذا هو اللي ما كاملش ماشي الام. لان الام هي اللي كانت تتقري، هي اللي تخلص فلوس، هي اللي تجيب لهم مصروف، هي اللي تجيب لهم ما ياكلوا وما يشربوا، هي تديهم تكسيهم. هو كان عم تيتي. لو كان اب صالح الوقت اللي وقع له مشكل مع امه يمشي يصالحها مع امه، يقول لها سير بنيتي راك باقا تتقراي. لا، هو شدها وبركها قدامه وبرك تيبكي هو وياه حتى طلع على دارها، دار قناه يعني تمشات ليه القناه. الراجل بان استغل بنته، عاد ناض باغي ينتقم من سعاد. كما قلت لكم كان حاسدها على داك البسطام، وحاسدها لان كانت تشدو وتبركو تما ديه تخلص عليه الماكله بارد القلب. هادشي كله انتم غادي تشوفوا، هادشي كله الدريات غادي يفيقوا ويعيقوا، وغادي يعرفوا بان الام ديالهم ام حنينه، ام صالحه، ام معنى الكلمه، ويعرفوا بانهم كان عندهم اب مدلول، اب ما مخلقش ما مربيش، تيشوف مصلحته. كما قالت يعني عامين هو تخبط فيها باش دار ماكازا دارها في سميتو وغمق عليها حقا غنشري نشوف لك شي ماكازا اخرى وديري فيها المشروع. شرات لي السياره من الفلوس ديالها، هي اللي كانت تجمع لها امها من اللي كانت تنقش الحنه. اش غنقول لكم الخوت، هادشي اللي كنت نقول لكم راه قليل، راه والله العظيم شي هاد القصه ديال هاد الاسره دي راه خصها فيلم ولا خصها كتاب. وشكون هو السبب وشكون هو اللي تكرفص على هاد الاسره هادي؟ هو الاب. غادي تقول لي لا الراجل مشدود انت نهضر تنتكلم بالحق باش يكون عبره لاي واحد ولا اي اب ينوض يبغي يتكرفص على الاسره ديالو. كما قلت لكم دوك جوج بنات امهم اللي حرشتهم على بوم تدخلوه للحبس، هو اللي حرش بناته على امهم. حتى راكم شفتوها مسكينه شحال من مره مشات للمستشفى، شو حالتها دابا كي دايره. شكون هو السبب؟ هو. كاين شي حاجه من غير هادشي هذا؟ هادشي راه كلشي واضح وباين، وما جبت انا شي حاجه من عندي. راكم كلكم كنتو تتفرجوا في الفيديوهات ديالهم واللايفات ديالهم يوميا. ولا شاري هو كرسي كاع تيبومبي تيسالي يضرب ساعه ديالو، اجي استاذه انتي بركيت انتي ديري لايف ديالك، تبرك تا هي تبومبي تا هي ذكرتيها بالقانون وتبرك تخبط في سعاد عطي ما تعطي. تالي هو الدريه تدخل البيت ديالها تدير فيديو ولا دير لايف، الام ديالو تخرج دير لايف ودير فيديو. وراه ما عندك يا هوا وبركوا على ديك المراه مسكينه تشتو عينيها تقربات ولا عندها بزازل تحت عينيها، ونكروا خيرها ونكروا.
الايام اللي كانوا تديهم تخرجهم من المنتزهات القطبان الشوا، ياك هو اللي كان تيزلق الحاجه المخيره تياكلها، هو اللي كان في الدار تيطيب اللقمه مخيره ينقبها، كان عاطي على الميق وحفيظ الاغاني الخدمه لا ردمه. ومن اللي عطاه الله ناض تينتقم من المرا ديالو. وبالله عليكم الخوت، واش كلامي ماشي في محله؟ قبل ما نودعكم صيفطوا لي التعاليق ديالكم واعطوني اراء ديالكم في هذا الموضوع هذا، وما تنساوش الخوت التعاليق، راكم مقصرين في حقنا في التعاليق. راه عيب، راه انا ما تنسب ما تنشتم، راه كان دابا تنخرج الخنز من فمي ونسب ونشتم كون القناه ديالي دايره بوم. انا ماشي من هذاك النوع، انا تنحاول ما امكن نغير الا كاين شي ما يتغير في اليوتيوب المغربي ديالنا، وتنحاول نقلب على الحقيقه ديالنا حنا المغاربه شكون هما، لان كلامي انا تنوصلو ماشي على خوتي المغاربه لا داخل الوطن وخارج الوطن، تنوصلو حتى للبراني حتى للعدو ديالنا، باش ملي يشوفوا بوكريشه ما يقولوش المغاربه راه كلهم بوكريشات، ملي يشوفوا السريعه ولا الروزينو ما يقولوش راه كلشي روزينوات. تندافع على الرجل المغربي وعلى المراه المغربيه وعلى البنت المغربيه. انا يسرى ملي تنتكلم عليها تنتكلم كاب تيتكلم مع بنته، تنصحها وتنقول لها الغلط اللي دار باك والغلط اللي درت انت والغلط اللي دارت مرت باك، يعني باش تفكر وتقلب على الحقيقه. اخوان ديالي نودعكم حتى الفيديو اخرين ان شاء الله، واسمحوا لي.